السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله يبقى في معانا مفاجأة مهمة. أنا عندي برد معلش، مريض وعيان صوتي متغير. المفاجأة دي أنا سعيد شخصيا بإن تكون موجودة معانا. إن شاء الله الحوار هيكون إهداء من سيادة الفريق للصفحة بتاعتنا. النهارده معانا سيادة الفريق حسام خير الله. طبعا كلنا عارفين إن سيادة الفريق من رجال المخابرات المصرية اللي كان ليه دور كبير جدا 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 في آخر 30 سنة في الامن القومي المصري. احنا طبعا شفنا بعض الفقرات لسياده الفريق في بعض اللقاءات التلفزيونيه في الفضائيات، فالنهارده ممكن نحاول نتكلم مع سياده الفريق في حاجات يعني ناس بتسال عنها، الشارع المصري بيسال عنها، وانا عارف برضه ان سياده الفريق لو في حاجه مش هيبقى عايز يقولها فاكيد مش هيتكلم معانا فيها لاسباب طبعا امنيه اكيد يعني. سياده الفريق اهلا بحضرتك. انا سعيد جدا شخصيا، وان شاء الله الاعضاء في الصفحه هيبقوا سعداء بتواجد حضرتك معانا. وانا هخش دايركت على طول مع حضرتك في حاجه تخص الامن القومي المصري. هي حادثه عمرها ما حصلت من ساعه ما جيلي وعي على بلدنا. الحادثه بتاعت رمضان، وهي وفاه جنودنا على الحدود. كلنا طبعا استشهاد عشان تمام. استشهاد كلنا طبعا نحسبهم عند الله شهداء. احنا دايما بنحب نقدم دايما تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عمرنا ما شفنا ان اي حد بيقول على اي حد ده شهيد الا من حسن ظننا في الله، فاحنا بنحتسب جنودنا عند رب العالمين، وان شاء الله يكونوا في زمره الشهداء باذن الله في يوم القيامه. الحادثه دي لما حصلت حضرتك، احنا كنا كشعب مستنيين حد من المسؤولين يطلع يقول لنا حيثيات الحادثه. في تنويه حصل، في تحذير حصل قبل الحادثه، في معلومات اتقدمت ولا لا، لان دي تخص المخابرات الحربيه والمخابرات العامه. واتفاجئنا ان كان اللواء مراد موافي هو اللي طلع وقال لنا في جريده اليوم السابع، شفنا المانشيت دوت بيقول احنا كمخابرات عامه قدمنا ما يثبت للرئاسه ان في عمليه هتتنفذ في يوم كذا في المكان كذا، واحنا كجهاز مخابرات مهمتنا مش القبض على اشخاص، احنا مهمتنا تسليم معلومات. لكن الشارع المصري ابتدى يقول طب مين المسؤول؟ انا عايز اعرف من حضرتك دلوقتي فعلا مين المسؤول في الحادثه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية انت عارف انه هو اسرائيل كانت عملت انذار قبلها ب3 ايام لرعاياها انهم يسيبوا سينا. تمام. انه توقع في عمل. كان السيد اللي هو مراد موافي قال فعلا انه عايز، بس هو برضه مسؤول. هل حد يعقل انك تستدعي تقيم حفل افطار في هذه الايام اللي عارف عندك احتمال يحصل فيها بيشوفوا قبائل سيناء تجيبهم لغايه القاهره والفطار عندك؟ ولا كان اولى تقول هنأجل هذا الطاعه وكل واحد ياخد باله في منطقته، احنا عندنا اهمال تهديدات وترفع درجه الوعي او الاستعداد. ده للاسف ما حصلش. فدي برضه ده مسؤوليه تضامنيه انا بعتبرها، لانه مش مجرد انك انت هتتكلم وتقول. شوف بقى الجزء الباقي اللي حصل ايه، وما دي خاصه بالجهاز، انت عارف بعيد عن ذلك، لكن التفاصيل دي انا مش مندرج فيها. لكن اذا كانت بعض التحقيقات قالت ان هناك 5 شخصيات وعرف انها في المستعمل، قيل انهم حماس طلبت عدم اعلان اسماء، ثم ماذا بعد؟ الامور انتهت. قلنا عمليه نسر 1 ونسر 2، بالنسبه لنسر 1 ونسر 2 حقيقه توقفت بعد شويه، صحيح كان في صعوبات، قيل انهم ممكن تبقى عن بعض العناصر اللي ساعدت في الموضوع ده الموجوده في داخل في وسط منطقه العريش والاهالي في وسط البيوت، فبقى مش من السهوله انك يعني لو كان منطقه منعزلين فيها كان ممكن تحبط وتبقى خصوصا ان الفتره اللي فاتت بالذات ان الشرطه كانت نتيجه تداعيات التعامل مع الاهالي السيناويه اصبح عندك مفيش تعاون مع النظام بمعنى صح، فبالتالي انت دايما بتعتمد العالم كله على المرشد اللي هو الناس تقول لك ده هنا حته في واحد اجنبي، في واحد مش عارف ايه من العناصر دي غريب كده، ما بيبقاش عليك انت تتحرى عن الموضوع دي. احدى اسباب الانصاف، لكنك انت لغايه دلوقتي هل لا تتحدث؟ ما نسمعش عن موضوع اي حد، فرملة الدنيا دي بتشيل لنا طبعا علامه استفهام. يبقى هناك تدخل، لان احنا الجناح حماس احدى اجنحه الاخوان المسلمين اساسي.
ده واضح طبعا العمليه. طيب حتى موضوع احنا قعدنا فتره موضوع الانفاق متوقف. اذا كنت بتسمح له انك هي تعدي من المعابر، طب ليه الانفاق مش شغاله ليه؟ يمكن الجيش ابتدى ياخد موقف مع من الانفاق دلوقتي، يغرقها ميه ومش عارف ايه كلام من ده عشان يغلطها الصلاحيه تطلع تعدي من الناحيه الثانيه. وبرضه للاسف ان النظام مش قادر يفهم احنا مساعدة الفلسطينيين ده شيء طبيعي وانا بعتبره حق. لكن في فرق انك انت تساعده وتشيل الحمل عن اسرائيل بالكامل، تبقى انت متحملها بالرغم انها مفترض تعامل انها دولة الاحتلال. دولة الاحتلال انت في الحتة دي في الامم المتحدة في كل منظمات هذه دولة احتلال مقصرة وبتاع، انت شايل تشيل عنهم هو يقول لك مش كده قوي كتر خيرك تشيل عنهم. قصة وهو يضحي مش مهم ما يقولش لانه ده بتوعه مش هيقدر يقبض عليهم دي جماعه. تمام. وللاسف انه زي ما نقول معقول دي جماعه زي جماعه الجهاد اللي فيها الشيخ محمد الظواهري قال بعديها ان احنا ممكن جماعه تتفاوض مع جمهوريه مصر مع النظام، جماعه مع الدوله. بصراحه هذه مسخره يعني يتقال كده ايه ده؟ ما حصلش في الموضوع ده. انما بقى هناك قيل كلام انه في بعض الاسر المصريه يسموهم المصريين الافغان اللي جم من افغانستان اللي اتنقلوا ودخلوا يكونوا في جبل حلال. جبل حلال كده في المنطقه اللي هي تحت شويه، جبل لبنى فوق وجبل المغاره هي تحت شويه، جبل حلال وقريب من الحدود شويتين. فانت لما يبقى عندك اقامه في المنطقه دي اكنك على المحور الاوسط، المحور الاوسط هو اهم محور في سوريا. يعني جميع العمليات كان دايما يخش من العريش وبعدين ينزل تحت عند ابو العجيله ويخش في المحور الاصلي. المحور الاصلي ارض ممهده عريضه تسمح بفرقه. مفيش حد يقدر يخش لك من اسرائيل عن طريق الجنوب. لانه هيضطر يخش في ممر، احنا عندنا ممرين بيلتقوا بممر واحد اللي هو الجدي في الشمال شويه وممر مثل في الجنوب. الاثنين يلتقوا مع بعض يكونوا ممر مثل ده، طول ممر مثل 32 كيلو. ضيق يعني انا بقول لواحد قاعد عليه معاه شويه زلط وطوب ما يخليش حد يعدي ويبقى دايما في الطالع. فطبعا ما حدش جيوش ابدا بيهاجم ممرات المسافه الطويله دي لان انت ده مصيده ليه؟ فدايما عندك المحور. عشان كده حتى على السفر يقول 43 او الهجمات المضاده كلها بتيجي على المحور الاوسط. عشان كده لو في تنميه في سيناء يبقى لازم ننمي ونعمل يعني زي المستوطنات المساكنه بالفكر العسكري الاستراتيجي يبقى في المنطقه دي بحيث انك تعرقل اي تقدم وتامن مركزا على المحور الاوسط. مش هقعد اطول معاك عشان اوريك اسئله كمان. طيب